دائمًا كتسمع ديك الكلمة ديال عمرك تحقر شي واحد، وعمرك تحتقر شي واحد في هاد الدنيا هادي، راه ما كتعرفش هذاك اللي احتقرتيه ولا هذاك اللي حقرتيه يكون قرب منك الله سبحانه وتعالى. داك الشيء علاش كتحاول ما أمكن أنك ما تقول حتى شي واحد حتى شي حاجة اللي تجرحه ولا تحتقر شي واحد. وفي هاد الدنيا هادي كنديروا بعض الأخطاء، وكيبان لنا شي واحد مسكين لابس مبهدل ولا لابس ماشي مزيان كنقدروا نحتقروه لأن النفس ديالنا والنفس أمارة بالسوء. ولكن في هذا الفيديو هذا كاينه واحد القصه غادي تعرف مزيان وغادي تفهم بصح ان المعنى ديال عمرك تحقر شي واحد. وتقول هذا السيد هذا راه حتى شي حاجه في هذه الدنيا، راه داك السيد اللي حقرتيه كثر منك صله بالله سبحانه وتعالى. داكشي علاش خليك معايا في هذا الفيديو، غادي تعرف بزاف وغادي تفهم بزاف د الحوايج. القصة ديالنا الشباب غادي تكون مع سيدنا مالك بن دينار رحمه الله. واحد النهار مشى لمدينة البصرة، وبالضبط دخل الجامع الكبير ديالها في الوقيته ديال الظهور. صلى مع ديك الناس الظهور، ولكن من بعد ما سالات الصلاة حتى شي واحد ما خرج من ديك المسجد، وبقاو كيدعيو الله سبحانه وتعالى. واحد شوية سيدنا مالك بن دينار رحمه الله سول واحد من ديك الناس، قال لهم علاش كدعيو الله سبحانه وتعالى كاملين؟ جاوبو ديك السيد وقال ليه حنا تجمعنا هنا لان شحال هادي ما طاحت الشتا في المدينه، وكندعيو الله سبحانه وتعالى يرحمنا بالشتاء. مالك بن دينار بقى جالس وكيدعي معاهم. جا الوقت د العصر كذلك ومثال صلاو وبقاو كيدعيو الله سبحانه وتعالى، ولكن للاسف ما طاحتش حتى شي لقطه ديال الشتا. صلاو العصر صلاو المغرب وصلاو العشاء، وفيما كيصليو كيدعيو الله سبحانه وتعالى ولكن بدون نتيجه. من بعد ما صلاو العشاء مشى كل واحد لدارو، وسيدنا مالك بن دينار رحمه الله بقى في المسجد لان ما عنده فين يمشي. وهو جالس في المسجد واحد شويه كيدخل واحد السيد اسود باين عليه الفقر، لابس مبهدل بزاف، توضا وصلى. ومن بعد ما صلى الصلاه ديك السيد دار كيشوف في المسجد واش كاين شي واحد، وما شافش سيدنا مالك بن دينار رحمه الله. هنا ديك السيد غادي يهز كفوفو للسما وغادي يبدا يدعي الله سبحانه وتعالى انه يكرمهم ويرحمهم من الشتاء في ديك المدينه. وهنا غادي تكون المفاجاه، هذاك السيد الفقير قبل ما يهبط يديه سيدنا مالك بن دينار غادي يسمع الصوت ديال الشتا كيطيح. هنا سيدنا مالك بن دينار غادي يتصدم بزاف وما غاديش يتيق شنو وقع. هذاك السيد الفقير غادي ينوض وغادي يمشي بحاله. هنا سيدنا مالك بن دينار غادي يتبعو بلا ما يلاحظ ديك السيد حتى غيشوفو فين دخل اين دار. هذيك الوقيته كان الليل بزاف. هنا سيدنا مالك بن دينار غادي يعلم ديك الدار باش يولي لها الغد ليه. داز ديك الليله جا الصباح، سيدنا مالك بن دينار غادي يمشي لديك الدار وغادي يدق. وهنا غادي تكون المفاجاه، غادي يحل مول ديك الدار، غادي يقول ليه زيد تفضل مرحبا. غادي تكون ان ديك الدار كيتباعوا فيها العبيد، قال ليه ديك مول الدار واش بغيتي شي عبد اللي يخدمك. هنا بقى كيوريه اللي مزيان واللي صحيح واللي قوي، وهذا مزيان وهذا مزيان باش انه يشريه. سيدنا مالك بن دينار رحمه الله غادي يتصدم من ديك الامر هذاك، ولكن هو كان كيقلب على داك السيد اللي شافه في المسجد البارح في الليل. بقى كيقلب كيشوفو جالس في واحد البلايصه بوحدو. قال لديك مول الدار انا بغيت هذا السيد هذا هو اللي نشريه. ديك مول الدار قال ليه لا هذا راه ضعيف وما يصلحلكش وراه كيقيل غير جالس وهو كيصلي ما كيدير حتى شي حاجه، يعني راك غادي تخسر فلوسك في هذا السيد. سيدنا مالك بن دينار قال ليه لا انا بغيت هذا السيد هذا. ديك مول الدار وافق، قال ليه دبر راسك انا ماشي سوقي، انا قلت لك شنو كاين. وهما في الطريق غاديين هذاك السيد الفقير غادي يقول لسيدنا مالك بن دينار رحمه الله علاش شريتيني وانت عرفتي انني انا ضعيف وما كنقد ندير حتى شي حاجه وكان كايني جالس، يعني ضيعتي فلوسك فيا. هنا سيدنا مالك بن دينار رحمه الله غادي يقول ليه انا البارح كنت في المسجد مورا العشاء، وكنت جالس في واحد البلاصه ما كنتش باين في المسجد، ودخلتي نتايا بالليل وصليتي وهزيتي يديك للسما وبقيتي كدعي الله سبحانه وتعالى انه ينزل المطر على العباد ديالو. وكانت المفاجاه ان قبل ما تهبط يديك الشتا بدات كطيح سبحان الله العظيم. وخا الناس كاملين ديال المدينه النهار كامل وهما كيدعيو الله سبحانه وتعالى ولكن ما كانتش الاجابه. وانت سبحان الله العظيم غير جيتي وصليتي ودعيتي الله بوحدك ربي يستجيب لك. هنا انا بغيت نعرف شكون انت. هنا لك السيد الفقير غادي يقول سيدنا مالك بن دينار راه ماشي انا، نقد نكون يتغلط ليك، شوف مزيان. قال لي سيدنا مالك بن دينار لا
أنا متأكد أنت هو اللي جيتي البارح للمسجد، أنا متأكد أنا تبعتك وشفتك فين مشيتي. هنا هذاك السيد الفقير ما غاديش يولي يشوف سيدنا مالك بن دينار رحمه الله، وغادي يسجد لله سبحانه وتعالى، وغادي يطوّل في السجود. هنا سيدنا مالك بن دينار غادي يحني يسمع شنو تيقول. هنا كان كيقول الله سبحانه وتعالى: يا صاحب السر إن السر قد ظهر، فلا أطيق حياة بعدما اشتهر، ففاضت الروح إلى بارئها. هنا سيدنا مالك بن دينار رحمه الله غادي يتصدم بزاف من داك الشيء اللي شاف. اذا الشباب هاد القصه هادي كتبين ديال بصح ان عمرك تحقر شي واحد ولا تبوشو هذا حالته كي دايره، ولا تمشي تقول له شي كلمه اللي تجرحو، راك ما كتعرفش مع من كتكلم. يقد داك الانسان اللي انت احتقرتيه كثر منك صله بالله سبحانه وتعالى ومقرب الله سبحانه وتعالى، والدعوه ديالو مستجابه. يعني الانسان يحاول عمره يحقر شي واحد ولا يقول ليه شي كلمه تجرحه. اذا الشباب هنا غنكونوا وصلنا لنهايه القصه، نتمنى تعجبكم ونتمنى تستافدوا معايا في هذا الفيديو هذا. وكما كنقول ديما ما تنساونيش بلايك وكومونتير وبارطاجي مع لي زامي الا كان هادشي اللي كندير كيعجبك. وما تنساش دوز عندي الانستغرام وفيسبوك، كندير شي حاجه زوينه. وسمحوا لي لا غبرت بزاف، نتمنى هاد المره ما نغبرش. كان معكم خوكم عبد الاله عزوزي، السلام عليكم.